السلام عليكم البنات، ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه يا رب. جبت لكم فيديو خفيف ظريف لوجبه غداء ولا عشاء خفيفه بفكره يعني بسيطه. بطاطا في لاكوكوت بدون لحم، غير بالبصله والبطاطا والكمون والملح، يعني تجيك واحد بطاطا محمره ما شاء الله. مع هذا دجاج كريسبي درتو قطع صغيره ترافقيه مع البطاطا، تجي بزاف بنين ومقرمش. نخليكم مع الطريقه. اول حاجه نديروها في لاكوكوت نديرو شويه تاع زيت مع شويه زبده، وهنا نكونوا قطعنا، درت هنا 4 حبات بطاطا مع حبه بصله قطعتها اجنحه مع 2 فصوص تاع ثوم، نحطهم مباشره في لاكوكوت ونبداو يعني نحمروهم في هذاك الزيت، ونقعدوا نقلبوا فيها مره على مره حتى نشوفوها حمارت مليح. نضيفوا هنايا الملح والكمون، يجي فيها فقط الملح والكمون. درت لها ثاني شويه تاع كزبر، يجي فيها ذوق تاع البصله والكمون، تجي ما شاء الله بنينه حتى بلا لحم. تقدري يعني كيعود ما عندك والو ديري غير هذا البطاطا والبصله راح تجيك ما شاء الله روعه. نقلبوها هنا هكذا حتى تحمر مليح هذيك البطاطا والبصله، تدي التحميره هذيك تاع كيما نقولوا حنا مع الزيت. به راح نضيفوا لها شويه تاع الماء ونخليوها طيب، ما تديش الوقت طول 10 دقائق تلقايها طايبه ومحمره تهبل. ساعه تغيب لنا يعني واش نديروا الغدا ولا العشاء، خاصه كيعود ما كانش يعني الخضره تكون خلاصت ولا في اخر الاسبوع، ولا نسلكوا راسنا بهذه الوصفه. درت هنايا غرفيه تاع ماء كما نقولوا، فقط قسمه تزيد طيب هذيك البطاطا وتنشف، نسقموها مليح هكذا ونضيفوا لها مع الاخر يعني رشه تاع كمون من الفوق. ومن بعد نسكروا عليها لاكوكوت، كي تبدا تصفر نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو عليها. النار تكون نار متوسطه، ما هي زايده ما هي ناقصه. من جهه اخرى كان عندي نصف صدر تاع دجاج قطعته هكذا بالطول، وجبت هنا بيضه كامله ضربتها شويه هكذا، وجبت لا شابلور. انا لا شابلور تاعي كنت رحيتها ودرت لها فلفل احمر وكزبر وشي كمون وخبيتها في الكونجيلاتور، درتها في بورت مونجي وخبيتها في الكونجيلاتور. كل ما نسحق نجبد منها شوي وندير بها. قلت لكم قطعت هذاك الصدر تاع الدجاج ودرته في لي زيبيس تاع الشاورما وحطيته واحد نص ساعه يعني تشرب شويه هذاك لي زيبيس مع الملح. ومن بعد هنا درت له الفرينه، درت له واحد ملعقتين تاع فرينه خلطتهم مع بعض كامل. ومن بعد نبداو نديروهم في البيض يعني بالوحده، نديروا هكذا كميه في البيض، نغمسوهم في البيض ومن بعد رمتهم في هذيك لا شابلور. طبعا هنا نكونوا حاطين مقلاة زيت يكون يعني يسخن، ومن بعد هنا نلوحوا يعني القطع هذوك تاعنا يطيبوا في المقلاة كما راكم تشوفوا. هنا قدمت توال لا بلاك شوفونت باش عمليه سهله. هنا بعد ما غمستهم كما قلت لكم في البيض، يعني كود ما عندكش بزاف صدر تاع الدجاج بهذه الطريقه راح يدير لك كميه كبيره ويعني وتاكل العائله كامل. ونديرهم كما قلت لكم في الزيت يكون يعني كميه شويه كبيره باكي ما تظلوش تقلبوا فيهم، يعني طيبوا على جهه ومن بعد تخليهم يطيبوا على الجهه الثانيه وتنحيهم. ولازم النار تكون متوسطه، ما تكون زايده بزاف للغاز باكي يقعدوا يطيبوا، ماشي يكون زيدوا من الغاز يطيبوا لكم من برا يحمروا من داخل يقعدوا نيين. على هذه يعني نديروا الغاز يكون نار متوسطه هكذا يطيبوا في غرضهم وأما يطيبوا من داخل. هنا اللي درتهم يتقلاو غير تشوفوهم حماروا قلبوهم يحمروا على الجهه الثانيه ويكونوا واجدين معنا. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الفكره تاع اليوم. ولي اول مره تشوف قناتي نرحب بها، نقولها اشتركي في القناه ليصلك كل جديد في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.